ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هشرح لكم الباراجراف. اعتقد ناس كتير جدا ما بتعرفش تكتب باراجراف. بعد الفيديو ده ان شاء الله اعتقد انك هتتمكن من كتابه الباراجراف. وبكل ثقه بقول ان هقول كلام في الفيديو ده ما سمعتش اي مدرس قبل كده قاله، مع ان الكلام مهم جدا. فاشرح لكم كل حاجه بالعربي الاول، هشرح لكم حاجات بالعربي تستاهل انها تتشرح، هشرح لكم طبعا كل حاجه بالانجليزي برضه، وفي الاخر هنكتب باراجراف سوا ونشوف الدنيا بتبقى عامله ازاي. يلا بينا نخش في الفيديو على طول. أول حاجة الباراجراف. يعني إيه باراجراف؟ يعني الفقرة الإنشائية. يعني إيه فقرة إنشائية؟ هي مجموعة من الجمل. الفقرة الإنشائية هي مجموعة من الجمل، ونعتذر مبكرا على قباحة الخط. هي مجموعة من الجمل بنناقش من خلالها فكرة واحدة. طيب، يعني ايه هي مجموعة من الجمل بنناقش من خلالها فكرة واحدة؟ يعني شوية جمل هيطلب منك في الامتحان تقريبا 6 سطور تتكلم فيهم عن فكرة واحدة بس. الباراجراف بيبقى فكرة واحدة بس لأن ده مش اساي. طيب، نروح للسؤال اللي بعد كده. ايه هو البارتس اوف باراجراف؟ يعني ايه البارتس اوف باراجراف؟ يعني انواع الباراجراف او اجزاء الباراجراف. اهو 3 اجزاء. اول جزء التوبيك سنتنس، تاني جزء supporting sentence، تالت جزء concluding sentence. يعني ايه توبيك سنتنس؟ يعني جملة الموضوع، وهشرح واوضح كل حاجة دلوقتي. يعني supporting sentence الجملة الداعمة، concluding sentence جملة النهاية. طيب، توبيك سنتنس جملة الموضوع. جملة الموضوع يعني الفكرة الرئيسية للموضوع. supporting sentence هي بتبقى حقائق، اللي هو بتشرح وبتوضح وبتفسر حقائق عن ايه؟ عن التوبيك سنتنس اللي هي تفسير وتوضيح لجملة الموضوع. الكونكلودنج سنتنس دي اللي هي جملة النهاية او جملة الخواتيم، دي بتبقى عبارة عن تلخيص لكل اللي انت قلته في السبورتنج سنتنس. طيب، for easy steps to paragraph writing. يعني أهم 4 خطوات أو 4 خطوات سهلة لكتابة الباراجراف. أول حاجة محتاج تعملها write the topic sentence. يعني اكتب جملة الموضوع دي. 1. 2. جمع معلومات عن الموضوع. يعني بالبلدي كده تعمل عصف ذهني اللي بيسموه brainstorm. 3. organize your information. يعني نظم معلوماتك. 4. write your draft. يعني اعمل مسودة. حلو قوي الكلام ده. يعني ايه بقى؟ write the topic sentence يعني تكتب جملة الموضوع الرئيسية. انت عندك مثلا بتشوف الفكرة الشاملة من الموضوع ايه. يعني مثلا لو هو قال لك اكتب مثلا باراجراف عن كذا، هفهمك الدنيا دلوقتي يعني. 2. برين ستورم بتجمع معلومات عن الموضوع زي العناصر
اللي كنا بنكتبها في موضوع التعبير. يقول لك اكتب موضوع تعبير عن الام، فبتكتب له ايه 4 5 6 7 عناصر كده عن الام، اللي هو تقدر من خلالها الافكار اللي انت هتتكلم فيها ايه عن الام. نظم معلوماتك، المعلومات اللي عندك بقى تبدا تنظمها وترتبها عن طريق ان انت تشيل المعلومات الزياده او المعلومات اللي ملهاش علاقه بالموضوع. 5 بتعمل مسوده، المسوده دي بتحتوي على جمله الموضوع، الجمل الداعمه وجمله النهايه. طيب لو انا قلت مثلا فريش فيجيتابلز، نبتدي بقى ندي مثال. فريش فيجيتابلز دي اللي هي الخضروات الطازجه، لو هي دي التوبيك سنتنس بتاعتي، يعني دي جمله الموضوع بتاعي. حلو، دي اول خطوه. طيب تاني خطوه كانت ايه؟ اجمع معلومات عن الموضوع. تعالى يا فريش فيجيتابلز، تعالى انا عايز منك حاجه، ده 1 2 3 4، انا عايز اطلع منها 4 عناصر. اعمل ايه؟ اول حاجه هستخدمها في ايه؟ الفريش فيجيتابلز. ايه الفيتامينات اللي فيه او الفيتامينز اللي فيه، حسب ما انت عايز تقول، يعني مش هنتفلسف في النقطه. إيه انواعها ايه؟ إيه الطاقه اللي بتديها للجسم مثلا. طيب تالت خطوة معايا ابدأ بقى انظم المعلومات دي. يعني ايه انظم المعلومات دي؟ انا معايا 4 عناصر، ما اجيش انظم المعلومات بمعنى ان انا ارتبها. انا هتكلم عن كذا الاول، بعده كذا، بعده كذا، بعد كذا. اي حاجة بعيدة عن الموضوع اللي هي الفكرة الاساسية اللي هي الفريش فيجيتابلز انا مش هتكلم فيه. اعمل مسودة، هتبتدي بالترتيب كده تكتب جملة الموضوع الفريش فيجيتابلز، بعد كده تبتدي بالمقدمة، وهقول لك في الاخر مقدمه تكتبها. بعد كده بعد ما تكتب المقدمه تبدا بالسبورتنج سنتنس اللي هي الجمل الداعمه للموضوع، الجمل اللي هتكتب فيها الموضوع، يعني اللي هتحشي بها الموضوع. وفي الاخر هتكتب الجمله الخاتمه. معلش بقى كنت بمسح السبوره. خش على الجزء اللي بعد كده، قول لي 3 خصائص مفروض يكونوا في الباراجراف. واحد، have one topic. يعني ايه have one topic يا جماعة؟ have one topic يعني يكون موضوع واحد مخصص بتتكلم في فكرة رئيسية واحدة بس هي اللي بتتكلم عنها. 2، السبورتنج سنتنس يكون فيها حقائق. 3، be correct، ودي مهمة جدا جدا جدا. be correct in spelling, grammar and punctuation. البنكتويشن اللي هو علامات الترقيم. طيب be correct in spelling, grammar and punctuation يعني تكتب الجرامر او السبيلنج، يعني لما تيجي تهجى كلمه يعني ما تكتبهاش غلط، ما تكتبش كلمه بشكل خاطئ. والبنكتويشن علامات الترقيم مهمه جدا انها تتكتب. طيب شد بقى خط كده وقول لي اهم حاجه في الليله دي كلها. ارشادات مهمه في كتابه الباراجراف. مبدئيا كده ما تجيش تكتب باراجراف تكتبه لي من هنا، لا شد ده كله وابتدي من هنا. ليه؟ اترك مسافه. لو ما سبتش مسافه في اول الباراجراف اول جمله خالص ده هينقصك نص درجه. ده اول حاجه. ثانيا جمله الموضوع اول حاجه اترك مسافه. 2
جملة الموضوع اللي هي الفكرة الرئيسية تكون شاملة وواضحة. يعني الفكرة الرئيسية للموضوع تكون فكرة شاملة وواضحة، يعني لما الدنيا كلها. 3. السبورتنج سنتنس أو الجملة الداعمة تكون فكرة فرعية فكرة فرعية مساندة للتوبيك سنتنس. طيب 4. في نهاية كل جملة هتحط فول ستوب، ولو سؤال هتحط question mark. 5. أول حرف من كل جملة يبقى كابيتال. يبقى أول حرف عندك من كل جملة يبقى إيه؟ كابيتال. طيب 6. بلاش الجمل تكون طويلة. ليه؟ خلي الجمل قصيرة وبسيطة. انت محتاج الفول مارك فقط لا غير، لان كل ما كانت الجمل طويلة كل ما احتمالية انك تغلط بتبقى اعلى، فانت تكتب الجمل قصيرة وبلاش فزلكة. 7. استخدم ترانزيشن. يعني ايه ترانزيشن؟ اللي هي كلمات الربط. كلمات الربط اللي هي ايه؟ اللي بتستخدمها للانتقال. مثلا عندك addition للإضافة، in addition، بالإضافة. عندك مثلا furthermore، علاوة على ذلك. عندك مثلا therefore، بناء على ذلك. طب حلو أوي الكلام. 8. ابدأ بالفاعل ثم الفاعل بعد كده المفعول أو المكملات. 9. بلاش تكرر الجمل. 10. آخر حاجة هقول لك، حاول تستخدم حقائق أو إحصائيات تؤكد كلامك. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت عايز تقول مثلا عن حاجة فعندك دليل ليها، يعني فحط الدليل ده كتأكيد للحقائق. في معلومة كمان، اوعى تغلط في جملة البداية بتاعت الموضوع، اوعى، لأن جملة البداية بتاعت الموضوع هي أول انطباع بياخدها عنك المصحح. وكنت أسمع من المدرس بتاعي مستر أحمد السعيد كان يقول لي إن المصحح ما بيقرأش الباراجراف كله، يعني هو بيقرأ أول سطرين تقريبا وآخر سطرين أو آخر سطر، ومن خلال أول سطرين دول اللي هم فيهم جملة البداية بقى والبداية والليلة دي كلها هياخد عنك انطباع. الباراجراف ده كويس، لا الباراجراف ده مش كويس، سايب مسافتك مش سايب مسافتك، الحروف كابيتال مش كابيتال كده يعني. عايز بقى تشوف شكل الباراجراف، هقول لك الباراجراف عبارة عن ايه. مبدئيا كده الباراجراف هنا بتكتب مقدمة، وهنا زي ما قلت لك السبورتنج سنتنس، وهنا الانكلودنج سنتنس. يعني هنا مقدمة اللي هي بداية الموضوع، وهنا الخاتمة اللي هي conclusion، وعندك في النص دي السبورتنج سنتنس. طيب هنا هتكتب ايه؟ على حسب الموضوع، بس في الغالب الموضوع بتبقى حاجة كويس مثلا تتكلم عنها. مثلا بيقول لك عن التكنولوجيا مثلا فانت بتكتب له مقدمة عاملة ازاي؟ هتقول له we all agree that نقط، يعني we all agree that كلنا متفقين ان ذات مثلا كذا التكنولوجيا مثلا تكنولوجي
is one of the most important things in our life nowadays. مثلا ممكن تقول له حاجة تانية. No one can deny that نقط برضه plays a very important role in our life. مثلا دي المقدمة عندك اهو، ممكن تكتب دي، ممكن تكتب دي، الليلة كلها أصلا 6 سطور. في الخاتمة هتقوم قايل له إيه؟ إن ذا إند. يجي واحد بعد ما كتب إن ذا إند يقوم جاي مكمل يا حبيبي خد دي مهمة وربنا مهمة. ده هي ده هي ده هي ده هي ده هي ده هي مهم وتنقصك عادي. ليه؟ لأنها تبع البنك تويشن. لأنها تبع إيه؟ تبع البنك تويشن. تقوم عامل كده أهو أهو أهو، ارمي عادي ولا يهمك. ذا إند وأهو. I hope كده بحب أكتبها كده pointed in the end. I hope I pointed out all of the aspects of the topic. دي ثابتة مع أي إيه؟ ثابتة مع أي موضوع بتكتبه الخاتمة، إنما المقدمة بتبقى على حسب الموضوع. of the topic and made it clear. In the end, I have pointed out all of the aspects of the topic and made it clear. ترجمة الجملة دي يعني في النهاية أو في الخواتيم أتمنى أن أكون قد وضحت كل جوانب هذا الموضوع. طيب آخر حاجة من فيديو النهاردة إننا هنكتب باراجراف سوا. يلا بقى المستعان. وصلنا للجزء الأخير من الحصة النهاردة، ألا وهو خلاص هنكتب الباراجراف سوا. أول حاجة من الموضوع ده كله هنطلع العناصر زي ما قلنا في الأول. الموضوع اللي هنكتبه هو saving the rainforest. لو جالك في امتحان في ناس منكم هتلطم وتقولوا الموضوع ده مش هيعرفوا يحطوا في قلب، فأعلمك بقى ازاي لو جالك موضوع صعب بذكاء تعرف تتعامل معاه. الرين فورست أول حاجة قلنا إيه بقى؟ العناصر. طلع لك 4 عناصر مثلا زي ما قلنا في الأول، 1 2 3 4. ماشي. رين فورستس غابات مطيرة. طيب فورستس يعني فورست لوحدها يعني غابة. طيب إيه هو تعريف الغابة؟ تعريف الغابة تعريف الفورست. حلوة حلو. طيب إيه مثلا انا والله بكتب الباراجراف معاكم واحده واحده يعني. ماشي. مين اللي بيستفاد من الرين فورست؟ طبعا لازم يكون عندك في الامتحان مبادئ حتى او لو كلمتين 3 عارفهم عن الموضوع عشان تعرف تكتب. انما بصراحه يعني لو مش عارف حتى يعني انت مثلا عارف انها غابات مطيرة بس ما سمعتش عنها حاجه قبل كده خالص، ممكن بقى تجيبها بالفهلوه عن طريق انك تعرف الفورست تعريف مبدئي كده من دماغك يعني. مين الرين فورست؟ مين بيستفاد يعني من الرين فورست؟ سيفنج. طيب هنا بيقول لك سيفنج ذا رين فورست. سيفنج يعني انقاذ، انا بنقذها من ايه؟ بنقذها من الهلاك. ايه
اللي هيحصل لو حصل لها هلاك. حلو. طيب آخر حاجة، هو الرين فورست ده أكتر حاجة مشهورة يعني إن بيحصل لها كاتنج داون. مين اللي بيعمل لها كاتنج داون؟ أكيد الناس. ليه الناس تعمل لها كاتنج داون؟ طيب نبتدي بقى في الموضوع. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة تونس. سيب المسافة. سبت مسافتك. طيب أول حاجة، ثواني 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 ثواني. ماشي. هنا ممكن نقول إيه الأول؟ نكتب العنوان الأول عشان ما نتلخبطش. saving the rain forests. ماشي. نبتدي بالمقدمة الأول. سيب برضه مسافة عادي أهو. we all agree that هو مش احنا قوي يعني، بس اكيد بنستفاد منها احنا خلاص. that forest is very important things in our life. ماشي. سيب برضه مسافة عشان ايه؟ انت ما تضمنش دماغي اللي بيصح. ثواني عشان ايه؟ ابتديت بحرف كابيتال، سبت مسافة في الآخر فول ستوب، سبت مسافة تانية عشان في ناس بقى بيقول لك لو انت سبت مسافة في المقدمة ما تسيبش مسافة في الموضوع. في ناس بتقول لك ما تضمنش دماغ المصحح، فما علينا نسيب مسافة هنا ومسافة هنا يعني ما حدش هيقول حاجة. ما علينا، بس طبعا ما تشدش الشرطة دي في ايه؟ في الامتحان. ماشي. أول حاجة تعريف الفورست. طيب الفورست عبارة عن ايه؟ طبعا بتكتب الحرف ده كابيتال. فورست از، لسه ما كتبتش حاجة. از ممكن تكون large area of land. تبقى متغطية بإيه؟ الله ينور عليك، بشجر. هو أكيد مش هتكون متغطية بترمس يعني. covered with trees. طيب كده كتبت تعريف مبني على عنصر. حلو أوي. اتنين، مين اللي بيستفاد؟ تبقى هنا بينفيت يعني. ما علينا، مين اللي بيستفاد من الرين فورست؟ طيب مين اللي بيستفاد؟ أكيد النبات والحيوان. فقوم قايل إيه بقى؟ rain forests is. فكان أنا أكتر واحد بينسى موضوع إنه لازم يبتدي بحرف كابيتال في كل جملة دي. rain forests is a home. خلي بالكوا بقى محدش ينسى في الامتحان. is a home to millions of plant and animal species. ايه اللي هيحصل لو حصل لها هلاك؟ if we destroy. هي بقى تحديدا هنتكلم هنا. الزر ده هتبقى عايدة على ايه؟ كلمة زر دي تبقى عايدة على موطن هوم تو. اهي هوم تو دي معناها موطن ملايين من النبات والحيوان. طيب if we destroy their habitats، اهو لو دمرنا موطنهم،
ايه اللي هيحصل بقى if we كده؟ يبقى العنصر ده برضه فلوس، وده بخلص بقى اهو. if we destroy their habitats، تمام، we destroy their habitats some of them if we destroy their habitats some of them will become، طالما جبت will اجيب الفعل في المصدر، will become extinct. الكلمة دي يا جماعة معناها منقرض. لو المكان أو الموطن بتاعهم اتدمر، البعض فيهم هيصبح إيه؟ منقرض. طيب ده هيؤدي لإيه بقى؟ This leads to disturbance، أكيد يعني disturbance يعني اختلال أهو of the، اختلال بقى في إيه؟ of the balance، في التوازن بتاع إيه؟ of nature، في التوازن بتاع الطبيعة. ماشي. الناس بيعملوا كاتنج داون. عايز ازود جملة هنا، ممكن اقول ايه مثلا؟ ده we have got to do something to save rain forests. حلو أوي. طيب آخر واحدة، ليه الناس بتعمل لها كاتنج داون؟ ماشي. people cutting down of the rain forests for different reasons. كل واحد أكيد عنده أسبابه. طيب إيه الأسباب اللي ممكن تكون؟ مثلا some of them أو some of people، them بقى يتعوض عن البيبول يعني some of them want to make money، عايزين يعملوا فلوس by using، يستخدموا ايه بقى؟ خشب. wood to make things like paper، الورق. طيب يا عم الحاج، ايه تاني ممكن يتعمل؟ sometimes، أحيانا، they are make space for buildings. بيصنعوا مساحة لإيه؟ للمباني. طيب ممكن نقول إيه بقى تاني عندك؟ ممكن بقى، أنا بحب الكلام الكتير بصراحة. ممكن أقول لك هو أنا مش هينفع، خد بالك ما ينفعش تنهي الموضوع كده، لازم تختم بجملة شيك غير الجملة الختامية. ماشي. ممكن أقول إيه؟ space for buildings.
rain forests is soak up. soak up يعني تمتص. تمتص ايه؟ تمتص الكربون دايوكسيد. طبعا كلكم عارفين يعني ايه كربون دايوكسيد. in the atmospheres. in the atmospheres. carbon dioxide in the atmospheres. trees are majors capillaries. Trees are major capillaries of oxygen. الجملة دي يا جماعة معناها عشان محدش يستغربها إنها بتبقى مصدر إمداد بالأكسجين. بس كده. في النهاية بقى تكتب له الجملة الختامية in the end I hope I pointed out of all aspects يعني اتجاهات of the topic and made it clear. بس دي CLEAR كلمة clear وكده تشكر ما تحرمش. خلاص الباراجراف زي ما هو قدامكم. اتمنى اكون فدتكم بشكل كويس. تعبت في الفيديو ده جدا. اتمنى بقى تقدروا التعب ده. اعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم. تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.